الجهاز ده يا جماعة من فئة الأسوس روج. جهاز محترم جدا ومواصفاته قوية، بس كان فيه مشكلة بسيطة عاملة له صداع. العميل اشتكى إن درجة الحرارة بتوصل ل 100 درجة، وده رقم كبير جدا لأي لابتوب جيمنج. أول ما فتحنا الجهاز لقينا السبب واضح. السيرمال باد كان عامل عازل ما بين المعالج والهيت سينك. يعني ببساطة الحرارة مش بتخرج، وده اللي كان مخلي الجهاز يولع. بدأنا نشتغل خطوة بخطوة. فكينا المراوح ونضفنا الهيت سينك كويس جدا، وشيلنا السيرمال باد اللي كان مسبب مشكلة، واستبدلناه بسيرمال باد مناسب للجهاز. بعد كده استخدمنا معجون أصلي مخصوص للأجهزة الجيمنج عشان نرجع التبريد لطبيعته. طبعا بعد التركيب والتجربة الفرق كان واضح جدا. الحرارة نزلت بشكل ممتاز، والجهاز رجع يشتغل بكامل قوته. بدأنا نشتغل خطوة بخطوة. فكينا المراوح ونضفنا الهيت سينك كويس جدا، وشيلنا السيرمال باد اللي كان مسبب مشكلة، واستبدلناه بسيرمال باد مناسب للجهاز. بعد كده استخدمنا معجون أصلي مخصوص للأجهزة الجيمنج عشان نرجع التبريد لطبيعته. طبعا بعد التركيب والتجربة الفرق كان واضح جدا. الحرارة نزلت بشكل ممتاز، والجهاز رجع يشتغل بكامل قوته من غير أي صوت مزعج أو تهنيج، وده اللي دايما بنأكد عليه في فابريكا ستور. كل تفصيلة صغيرة ممكن تفرق جامد في أداء الجهاز، وعشان كده احنا بنشتغل بحب وبنراجع كل حاجة بدقة. الجهاز رجع فابريكا بره وجوه، وده هدفنا دايما، نرجع كل جهاز لحالته الأصلية وكأنه لسه خارج من الكرتونة. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وكومنت بكلمة حلوة علشان نقدر نكمل ونوفر لكم أحسن خدمة وأفضل جودة.